السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. فيديو اليوم على بالي راح ننزل لكم شويه روتار. راح تحيروا النوم هذه اللي راهي كيف في الصيف. هو يعني اصلا رانا في 3 جوان، يعني في الصيف، وفي الوطن كامل راهي النوم دايره حاله يعني في كل الولايات. اليوم كما قلت لكم 3 جوان يعني يوم السبت، ويوم السبت عندي العطله، يعني زوجي ما يخدمش في السبت، هذا هو العطله تاعي انا. وريت لكم روتين خفيف كيما فوتناه في النهار، يعني بديتو الفطور تاع الصباح، وما كنتش متولها باش نصور لكم كلش، يعني صورت الفطور تاع الصباح والغدا واش درت، ومن بعد في العشيه صورت لكم واش درت كامل في العشاء، لانه خرجنا العشيه قضينا القضيه نتاع السمانه، يعني الخضره والحوايج راكم عارفين. هيا لقينا لي شامبينيون تباعو جبناهم ودرنا شكشوكه تاع شامبينيون. تبعوا معايا الاخر الفيديو. هذا البلاطو اللي حطيت فيه الفطور تاع الصباح، وهذا المسمن كنت وجدته نهار قبل يعني، وخدمته في المقلة، يعني ما عنديش طاجين تحديد وما عنديش طاوة، هي خدمته في المقلة هذيك اللي تجي تستقفل. وهذا القاطو مازال عندنا من اللي جبناه معنا من العرس، يعني جبنا من دارنا ومن دارهم، من دار راجلي ومن دارنا، وقاعدين نفطروا به يعني ونتقهووا به الايامات هذو كامل. هذا الغدا تاعي درت هذاك النهار عدس وسلطه هذاك ما كان. وهذا الفطر اللي جبناه بالكم نسيت نحيت له الغلاف، ما صورت لكمش الماركه تاعو، نسيت نحيت الغلاف باش بديت نصور، يعني نتفكر مره على مره باش نصور لكم. بعد حطيته في الماء هكذا وخليته باش ينزل منه كش ما كاين فيه حاجه ماهيش مليحه، ورجعت غسلته وحطيته في هذه القطاره الصغيره هذه تعجبني بزاف. ولا هنا جبت الخضره اللي راح ندير بها الشكشوكه تاع الفطر، هاي قطعته طرف صغار باش نحطو يتقلى، وما قطعتش الكميه كامل، يعني خليت حبات على خاطر ما حابه ندير صوص شامبينيون بالسكالوب، نوريها لكم ان شاء الله. وحطيته في المقله يتقلى. بعدها جبت الخضره اللي نحتاجها الشكشوكه، الفلفل الاحمر والخضر والطماطم والثوم، قطعتهم كامل وقاعده نستنى في الفطر باش يكمل يطيب يتقلى. كي يكمل يتقلى من بعد نحيه ونحط الشكشوكه ونعاود نردو في الشكشوكه. وفي هذه الاثناء الزوج حاب يدير هوت دوغ مع شكشوكه، حتى هو قال لك حتى انا حاب ندير شكشوكه تاعي، هيا خليته يقطع يخدم شكشوكه تاعو. وهذا الوقت كان ديجا لي شامبينيون تقلاو، درت لهم فلفل كحل وملح، خزت خليتهم شويه ومن بعد نحيتهم وحطيت شكشوكه طابت ورديتهم داخل الشكشوكه. وقولوا لي شرينا دبشه، حطيت جبت منها يعني مرسو صغير باش نستعملو اليومين هادو، والباقي حطيته هكذا في البابي الومنيوم. اذا هذه الفكره يعني تخليه يقعد مده طويله، ولا عندكم فكره جديده ولا فكره خير من هذه نخلي الدبشه والمعدنوس يبقاو لي فتره اطول، قولوا لي في لي كومونتير. بعدها جبت باش نوجد الرخسيس، حطيته شمخته حطيته 10 دقائق وعاودت رجعت عنده عجنته ووجدته باش نطيبو. لهنا طابت شكشوكه، راني نصور لكم بالمراحل اللي راني نخدم به، من بعد نروح لهنا نصور لكم، نروح منا نصور لكم. بعدها جبت 5 دقائق ولا 10 دقائق ترتاح برك، جبتها عجنتها مليح، اني نصور لكم بفرد يد يعني اعذروني. نسيت ما جبتش معايا السيبور تاعي تاع التليفون، نجيبو المره الجايه ان شاء الله. هنا وجدت الكسره باش نحطها في الطاجين طيب. كاش ما عندكم تعليقات ولا اي افكار ولا استيوس غير خليوهم لي في التعليقات، على خاطر مهني ما ندخلش بزاف الكوزينه، وهذا وين كي تزوجت بديت ندخل الكوزينه، يعني اي تعليق ولا اي فكره راني متقبلتها وماذا بيا نتعلم اكثر. هنا كي نطيب الكسره ديما يقطعها الزوج يوجدها في الطبق، انا نكون نوجد من هي، بصح اليوم حبيت نصور لكم. يقطع وانا نصور. ومن بعد راح للشكشوكه تاعو قاعد يكمل فيها، هو يحب زيت زيتون دارها بزيت زيتون، جات حتى هي ما شاء الله. والهوت دوغ هذا فيمي، اللي يحب الحاجه مدخنه تعجبه بزاف، اللي ما يحبش شويه ما يعجبوش يعني مليح مليح، كيما انا ذقت منه برك ماهيش حاجه. خليته هو يوجد في الشكشوكه ورحت وجدت الطابله. كان بقى لي العدس من الغداء كيما شفتوا درنا في العدس في الغداء، وجدته كيما راكم تشوفوا في الطابله. قولوا لي واش رايكم في التنسيق، واش رايكم في العديل، واش رايكم في البهاء.
وبعد ما كملنا العشاء بيان سور باينه باللي رايحين نغسلوا الماعن. وجدت الماعن كامل فوق البوطاجي وبديت نغسل فيهم. والبوطاجي تاعي صغير وليت ندير كيروانه واحده لهنا الفوق وواحده لتحت تاع التشلال. لهنا كملت غسلت الماعن. تفكرت واحد الحاجه برك، البنات اللي حطوا الكيروانه هنا في الحوض هذا الاخر من تحت راهي تكون ديما موسخه تحكم الدهون اي حاجه ثم. كي تكملوا تغسلوا الماعن اغسلوها من تحت حتى هي بالصابون، خاطر ما شحال من مره نلقى وحده القاع يعني تاع الكيروانات تاعها ديما خامج ديما مدسم. يعني هذه كفكره وكملاحظه بالك تنفعكم، بالك وحده ماهيش متولها تتولى هذا ما كان. وجا وقت الديسار، جبت الديسار اللي شريناه يعني قلت لكم اليوم اللي خرجنا شرينا القضيه نتاع السمانه، دلاع وخوخ وبنان وكرام ديسار، حطيتهم في الصحن وبديتها. ومن بعدها المضطر يصوب رحت تفرجت شويه وصورت لكم معايا. اللهم غيثا نافعا. اليوم هذا كان فيه الرعد البرق والشت كلش اللي تصوروه كامل كاينات وتسمعوا ماما. نخليكم تسمعوا شويه من الامطار وفي امان الله. ما تنسونيش بالتعليقات تاعكم وديروا